مفيش حد فينا مش بيحب الملوخية، بس ناس كتير مش بتحب تعملها عشان مش بتعرف تظبطها ازاي. تعالوا اقول لكم على اسهل طريقة نظبط بيها الملوخية. اول حاجة هنحط الملوخية الاول قبل الشوربة، وهنظبط الشوربة عليها. هنحط الشوربة وهي سخنة، دي شوربة فراخ بلدي سخنة وممكن نستخدم مرقة، وهنقلبها. ولو حسينا انها محتاجة شوربة هنفضل نزود شوية شوية. اهم حاجة الشوربة ما تبقاش كتير عشان الملوخية ما تسقطش زي ما بنقول، ولا تبقى قليلة والملوخية تخينة زيادة. ومش هنسيب الملوخية تغلي. بعد كده هنحضر التوم بتاع الملوخية. هنحط حتتين زبدة كبار عشان نعمل التقلية. اول ما يسيحوا هحط التوم، وهستنى لما التوم يبتدي يتحمر وريحته تطلع. هحط الكزبرة مع التوم واحمرهم كويس. كده الكزبرة والتوم اتحمروا كويس مع بعض، والطشة بتاعت الملوخية بقت جاهزة. ممكن احط الطشة على وش الملوخية واقلبها، او احط شوية ملوخية على الطشة زي ما بيعملوا في المحلات وبعدين اقلبها على الملوخية كلها. اهم حاجة مش هنسيب الملوخية تغلي كتير على النار. هنظبط الملح والفلفل، هنقلب الملوخية والطشة كويس، وكده الملوخية بقت جاهزة ومظبوطة جدا. جربوا الطريقة دي.